هتكلم معاكم النهاردة عن جملة قالتها لي بنوتة، والجملة دي فحواها أو مغزاها بالنسبة للأسر بالذات في مصر مش قادرين نستوعب عواقبه. البنوتة دي كانت في الثانوي، أولى ثانوي، أو طبعا أنا مش مدركة قوي، يعني مش ملمة قوي بنظام التعليم اللي عمال يتغير في الثانوي ده، لكن هي اللي قالته لي، وطبعا هي أكيد كانت في نظام يسمح بده، ان انا كانت في ادبي جابت 99%. طبعا 99% في ادبي ده يا جماعه يعني حاجه خارقه خارقه. 99% في ادبي ازاي؟ مش فاهمه يعني، حاجه عجيبه يعني، غريبه يعني، بتعمل لها تمثال في وسط البلد. جابت 99% ادبي. اهلها لقوها شاطره، قالوا لها انت شاطره، خسارتك في ادبي، حولي علمي. واستخدموا كل الاساليب من الوعيد والتهديد والحب كله يعني، عملوا عليها ضغط نفسي شديد علشان وضغط مادي، وترغيب وترهيب بكل الوسائل يعني الممكنه والمسموحه علشان تخش علم. غيرت علم، جابت 83% علم. 83% علم بالنسبه ل 99% ادبي، يعني شخص تاني، يعني واحد تاني مش هي اساسا. ايه حكايه بقى ان انت شاطره فاستخسرناكي في ادبي فدخلناكي علم؟ الله لا يسامح اللي عمل كده فينا. مصر يا جماعه ايام المحترمه، اربعينات القرن الماضي يعني، كان المتفوق يخش تجاره وحقوق، لانه الفلوس والعدل دول اهم صوتين في البلد، يعني دول اهم. الدكتور والهندسه ده، يعني الدكتور ده بيسمع المريض، يعني عينه من الشعب. المهندس هيبديله عمارة ولا فيلا ولا كوبري ولا معرفش نفق ولا اللي يمكن. الناس تعرف ايه من غيره؟ يعني الناس مش هتموت لو ما عندناش كباري، مش هيحصل لها حاجة خالص يعني. لكن الاقتصاد والعدل وتنفيذ العدل ده شيء مهم جدا، لابد ان يتصدر له العقول. البنت دي 99% ادبي، الله اعلم بقى كانت هتدخل ايه، ولكن كانت هتدخل آداب، هتدخل تجارة، هتدخل حقوق، هتدخل سياسة واقتصاد، هتدخل whatever، تدخل ايه. الأماكن دي محتاجة العقول دي. ما احنا رحنا لورا وخلاص ما بقاش لينا لازمة لما الناس دي سكتت، وبنخش اللي مش شاطر يخش ده، والشاطر يخش لعينة من الناس أو لرفاهية من الناس. ايه ده؟ ايه الهرم المقلوب ده؟ ايه ده مين قال لنا الكلام ده؟ مين دخل في دماغنا الكلام ده؟ دي حاجة. تاني حاجة، هو أنا شاطرة في كل حاجة؟ يعني أنا دلوقتي بعمل حلويات، لازم أبقى شاطرة في المخلل؟ فأدام أنا شاطرة في المحلويات، الحلويات ما بتجيبش فلوس المخلل، خش على المخلل، المخلل بيتباع أكتر. طب ما أنا اللي شاطر في الحلويات مش هيبقى شاطر في المخلل؟ دي غية وفهم و... 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 واستيعاب ورغبة. مش مسألة بطبخ فإذا طالما طبخت حلويات إذا هطبخ أي حاجة، لا مش شرط خالص. في شيفات بيبقوا شاطرين جدا في حاجة معينة، بل في حاجة جوه حاجة، يعني عجينة معينة يعرف يتعامل معاها، أو ماتيريالز، خامات معينة شاطر فيها جدا، وفي خامات مش شاطر فيها خالص. وستات البيوت عارفين كده كويس. فإزاي جبنا إن الشاطر في علمي، الشاطر في أدبي هو أكيد هيبقى شاطر في علمي؟ إزاي؟ النقطة الثالثة، يا جماعة احنا ما بنحققش، قلنا الكلام ده 500,000 مرة، ما بنحققش أحلامنا في ولادنا. احنا بنساعد ولادنا يحققوا أحلامهم، ولا يمكن أحلامهم تشبه أحلامنا، لأن في فرق ربع قرن على الأقل بيننا وبينهم. يبقى ازاي هتبقى أحلامنا؟ تبقى مصيبة لو أحلامنا وأحلامهم واحدة، تبقى كارثة.
ما ينفعش احلامنا واحلامهم تبقى واحده، لازم يبقى فيه فرق، ولازم يبقى فيه فرق باين كمان، مش فرق عادي. طيب انا لما اكون عايزه بنتي تعمل حاجه انا شايفاها في مصلحتها، ينفع ادوس عليها بكل وسائل الترغيب والترهيب؟ اين الضمير؟ طب ما انا كده باخد منطوق نعم، ولكن هو جواه لا، انا عارفه انها مغصوبه. طب اين ضميري في حياتها؟ ما انا مش عايش لها تقعد تفتكر ان امي وابويا عملوا اللي واشتغلوا ارجوزات علشان اخش الكليه دي اللي هم عارفين ان انا ما كنتش عايزاها، بس عملوا مش عارفين. ازاي؟ ليه؟ ليه هعمل كده؟ فدي النموذج ده في الكام حاجه اللي قلتهم دول، ده الى جانب بقى ان احنا داخلين على عهد الازدهار للادبي، لانه العلمي هيتحول كله ذكاء اصطناعي. لكن علشان تجيبي روبوت يدافع في محكمه، او روبوت يحط خطه اقتصاديه لدوله، او يعرف يكتب يالف كتاب، او يعرف يالف فيلم، لا، هيبقى معروف انه ذكاء اصطناعي، وهيبقى اكلاشيه، ويعني هيتفقس، وهنبقى مشتاقين قوي لفكر البني ادم واحساس البني ادم واحتياجات البني ادم والدم واللحم بتوع البني ادمين. فاذا احنا داخلين على العقود بتاعه الادبي وبتاعه الصنايع، اللي هو مهارات، اديله مهارات بقى، لكن كتب وحفظ وصم وسمع لا. لا، فناخد بالنا يا جماعه من الحكايه دي تماما، ونعيد تفكيرنا فيها، لانها يعني واضح انها غلط، واضح انها غلط. يا رب نكون استفدنا، ويومكم حلو.